ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض جلاش الجبن، حاجه كده عظمه، طعمه فظيع حلو قوي، هيعجبكم، سهل وبسيط قوي. اوقات كتير بقى بنبقى مستعجلين، عايزين نعمل اكله سريعه كده وبسيطه وسهله وما بتاخدش وقت مننا. هنعمل النهارده جلاش الجبن، ينفع قوي في العزومات. بصوا، تعالوا النهارده نشوف عملناه ازاي بطريقه حلوه قوي، ازاي يطلع معايا مورق. يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي بقى ميكسات جبن، عندي جبنه ميكس، عندي جبنه موتزاريلا، بسطرمه، طماطم، زيتون، فلفل. عندي بقى لفه الجلاش بتاعتي، انا مخرجاها من الفريزر، سايباها تقريبا حوالي ساعتين 3 ساعات كده تفك براحتها خالص. عشان لفه الجلاش ما تقطعش مني. عندي الصينيه بتاعتي، انا جايبه معلقتين سمنه ومعلقتين زيت كده، عامله خليط مع بعض. هبدا ادهن بقى الصينيه بتاعتي من تحت كده، وهنبدأ بقى نضيف الجلاش بتاعنا ما بين كل رقين كده جلاش. هنبدأ نحط كده يعني مسحة سمنة وزيت كده مع بعض، لأن بتفرق جدا في توريق الجلاش بتاعي. بصوا، حاجة بسيطة قوي. ونبدأ بقى نعمل طبقات كده، ما بين كل طبقتين نروح حاطين مسحة سمنة وزيت. وهبدأ أعمل بقى نص لفة الجلاش بتاعتي بنفس الطريقة كده. لو حاسين إن الجلاش أكبر من الصينية شوية، بنتني طبعا من الجزء اللي في الجنب. هبدأ بقى أضيف المكونات بتاعتي. عندي البسطرمة بتاعتي، نبدأ نضيف البسطرمة. عندي بقى طماطم، فلفل، زيتون، اي حاجة انتوا بتحبوها نبدأ نضيفها. بصوا، سهلة وبسيطة قوي وحلوة، وممكن تتعمل وتتساب لتاني يوم عادي على رف التلاجة، نلفها بستريتش ونشيلها على رف التلاجة، بتبقى حلوة قوي في العزومات. نبدأ بقى نضيف الجبن بتاعتنا. عندي جبنة ميكس وعندي جبنة موتزاريلا. ممكن طبعا برضو تبقى جبن، بس ممكن جبنة فت على فكرة بتبقى حلوة جدا برضو. بصوا، سهلة وبسيطة قوي وطعمها حلو قوي قوي، هيعجبكم. ونبدأ بقى نعمل برضو زي ما عملنا. أبدأ الجلاش بتاعي، هبدأ أرصه ونحط المادة الدهنية بتاعتنا. عندي الجلاشية كبيرة شوية، ببدأ أحطها من الناحية التانية، ببدأ أتنيها مرة من الجنب ده ومرة من الجنب ده، بنتنيها مرة من الجنب ده ومرة من الجنب ده. خلصت بقى الجلاش بتاعي كله، دهنت كده دهنة سمنة وزيت من على الوش. وممكن بقى في الوقت ده، لو انتوا مش حابين تعملوها دلوقتي، ممكن تحطوها على رف التلاجة لتاني يوم عادي، مفيش مشكلة. لو انتوا مثلا عاملينها العزومة، عاملينها الغدا بكرة، ممكن تتساب على رف التلاجة لتاني يوم. بعد كده بدأت أقطعها بقى. لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن، عشان احنا دلوقتي هنضيف اللبن والبيض، لازم عشان تتشرب كل لبن والبيض لازم نقطعها في الأول. هبدأ بقى أقطعها. وأنا بقى في الوقت ده رشيت عليها بقى رشة السمسم، بتدي شكل وطعم حلو قوي. طبعا ممكن برضو نضيف حبة البركة. في الوقت ده أنا ما كنتش هعملها، سبتها حوالي تقريبا على رف التلاجة لمدة ساعتين قبل التسوية. ممكن طبعا نسيبها لتاني يوم برضو مفيش مشكلة، بس أهم حاجة نغلفها كويس جدا. عندي بقى بضاية، عندي كوباية لبن، هبدأ أقلبهم كويس جدا مع بعض، ونبدأ نضيفهم على الجلاش بتاعي. ونبدأ بقى نحطها على الصينية بتاعتي. تقريبا هتدخل الفرن تقريبا حوالي يعني من تلت ساعة لنص ساعة ل5 دقايق تقريبا، مش هتاخد وقت أكتر من كده. هي مجرد ما هتاخد لون من تحت، على حسب طبعا الفرن بتاعكو، هي مجرد ما هتاخد لون من تحت، هحس كده من الجناب ان بدأت تاخد لون حلو كده من تحت، هنبدأ نشغل الشواية من فوق تاخد لون حلو قوي من فوق. كده كان شكلها بعد ما بدأت بصوا تاخد لون من الجناب. بدأت أشغل الشواية، وطعمها فظيع، حلو قوي قوي. يا رب تجربوا الوصفة، ان شاء الله تعجبكم. مستنيه طبعا رأيكم ومستنيه كومنتاتكم، ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير.